الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وبصحه وبسعاده كده دايما يا رب. معلش انا اتاخرت عليكم، ما بنزلش فيديوهات ولا اي حاجه لان كنت تعبانه. وانا بشكر كل حبايب قلبي اللي اتصلوا وسالوا عليا وراسلوني وكلموني عشان يطمنوا عليا ويسالوا عليا ان انا ما بنزلش ليه ويطمنوا عليا. وانا قلت في الاول وفي الاخر ان اليوتيوب خلينا كلنا اسره واحده وبنطمن على بعض. وانا بشكر كل اخواتي وحبايبي اللي هم حبوا يطمنوا عليا، اللي كانوا مشغولين عليا ان انا ما نزلتش حاجه. بشكرهم من قلبي وبتمنى لهم ان ربنا يكرمهم ويكونوا في احسن حال يا رب، ويكونوا دايما في سعاده كده يا رب. النهارده انا قلت ايه بقى، انا بقى لي كام يوم كده تعبانه وبنعمل اكل لاولادي اي حاجه كده، فقلت اعمل لهم برده حاجه بسيطه ما تكونش ما تتعبنيش يعني، وفي نفس الوقت تكون اكله ايه يعني حلوه كده ليهم. هنعمل النهارده صينيه بطاطس بالفراخ. عندي هنا فرخه انا جبتها وغسلتها كويس جدا جدا، وعندي بطاطس هنا اهي انا جبتها وقطعتها حبايبي. وانا بنحط مع البطاطس جزر، اللي مش حابب يعملها ببطاطس بس خالص عادي ما يضيفش الجزر ماشي. وعندي فلفل وعندي طماطمتين هنقطعهم على البطاطس، وعندي كرفس برضو اللي مش حابب مفيش مشكله. حابه تعمليها بالبطاطس بس والفراخ ماشي، حابه تضيفي الاضافات بتاعتك الجميله دي مفيش مشكله، هتخلي لك صينيه بطاطس تحفه تحفه تحفه. وعندي هنا الطماطم دي لو حابه تعمليها هتكون بيضه تقطعي عليها طماطم بس ماشي مفيش مشكله، حابه تضيفي لها برده شويه طماطم مضروبين كده تديكي لون جميل برده عادي. انا بنعملها بطريقتي وبتطلع تحفه، ويا ريت تجربوها وان شاء الله هتعجبكم. كده عندي البطاطس والجزر والفلفل والكرفس والطماطم، ودي طماطم مضروبه. وعندي البهارات بتاعتي كركم، بابريكا، فلفل اسود، قرفه، ملح. طبعا ممكن تنفع بملح وفلفل بس، اي بهارات عندك شغاله. عندك مثلا جوز الطيب ما عندكيش قرفه مفيش مشكله خالص. الكركم ده انا يعني دايما بقول لكم ان الكركم ده للجهاز المناعي جميل جدا جدا جدا، وكمان بيدي لون للفراخ والبطاطس روعه روعه روعه. وعندي دول بصلتين انا مقطعاهم التقطيع حسب رغبتك، عايزه تقطعي حلقات جوليان مكعبات زي ما انت عايزه. وعندي هنا ده توم اللي انا اللي مخزناه انتوا عارفينه مفرزاه يعني، معلقه كبيره من التوم. وعندي الفراخ دي طماطم انا بشراها طماطمتين كده بشرتهم ماشي. انا هاخد بقى ايه نص كميه البصل بتاعتي هننزل بيها على الطماطم بتاعت الفراخ كده. ناخد ايه نص كميه البصل كده اهو، والنص التاني هنحطه في الصينيه مع البطاطس، ننزل بيه كده مع ايه مع البطاطس. التوم برضو نفس الحكايه، نص كميه التوم مع صينيه البطاطس، ونص كميه التوم التانية مع ايه مع البصل والطماطم بتاعه الفراخ. كده عندي البهارات بتاعتي كركم، بابريكا، فلفل اسود، قرفه، ملح. اي حاجه مش بتحبيها من الاضافات دي براحتك خالص، بس الكركم مفيد جدا 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 للجهاز المناعي، بنقولها تاني وبنكررها عشان يعزز المناعه بتاعتنا. حابه تشيليه مفيش مشكله، حابه تعمليها بملح وفلفل بس، حابه تضيفي جوز الطيب برضو مفيش مشكله، حابه هان مطحون براحتك. التوابل دي بتاعتك انت، اللي انت حسب رغبتك وحسب ولادك بيحبوا ايه. بس انا طبعا الولاد اللي هم مش بيحبوا الحاجات دي دخليها في الاكل، وانت حببي ولادك في الحاجه. نص الكميه بتاعتي يعني معلقه منهم هننزل على ايه على البصل اللي هو هنحطه على البطاطس، والباقي هنحطه ايه كل الباقي ده على الفراخ، لان هو اللي في الفراخ برضو هينزل على البطاطس ماشي. الفلفل برضو تقطعي نصه هنا ونصه برضو هناك كده مع الفراخ. الكرفس بتاعي الجميل ده اللي بيخليه لي صينيه البطاطس الجيران يشموها والريحه تقلب المكان، وليه طبعا قيمه غذائيه جميله جدا. هنقطع برضو نص الكميه على البصل بتاع البطاطس، ونص الكميه التاني هنقطعه فين على التتبيله بتاعه الفراخ. كده بقى هنشتغل بايديا نديهم دعكه كده مع بعض. البصل لما تدعكيه كده بالبهارات عن تجربه حبايب قلبي بتخلي لكم الاكل جميل جدا 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 جدا، بتخلي الريحه قلب المكان. كده انا دعكت دول وخلصتهم. ناخد بقى بتوع الفراخ الحلوين الجمال دول ندعكهم دعكه برده تمام كده كده طبعا ايه. وتظبطي الملح بتاعك، انا كده دعكت
التتبيله بتاعه الفراخ والتتبيله اللي هي بتاعه الايه البطاطس. الفراخ بتاعتك تعملي فيها فتحات كده. طبعا ممكن تعملي الفراخ دي تتبليها كده من قبلها بيوم، وعادي تحطها في الفريزر مفيش مشكله خالص، تبيتها في الفريزر يبقى احلى واحلى يعني. ممكن تسيبيها كام ساعه كده، ممكن تحطيها على البطاطس وتسيبيهم الاتنين مع بعض كده حوالي 3 4 ساعات في التلاجة، وتطلعيهم على السوا او ليله كامله. البطاطس عمرها ما هتسود، البطاطس مش هتسود ليه؟ لان عليها الملح وعليها الزيت وعليها الحاجه دي، مش هتسود ولا حاجه. انا فاتحه كل الفتحات دي عشان الفراخ ايه تشرب من التتبيله بتاعتي اهو. هناخد بقى من التتبيله بتاعتي دي ونشرب كل الفراخ بتاعتي كده، ندعكها كده بيها، كل فراخ ندعكها بالتتبيله اهو، من بره ومن جوه. والبصل ده هيتاكل قبل الفراخ، هتشوفوا ان شاء الله دلوقتي. كده حبايبي شايفين شكل الفراخ بتاعتي وجمالها؟ بصوا لسه يعني بس ايه الشكل بس كده، والريحه ما شاء الله يعني ريحه التوابل مخليه المكان ايه تحفه يعني. ماشي، هناخد بقى ايه البطاطس بتاعتي نحطها هنا في الصينيه. انا بحب اسوي في الالومنيوم، لان الالومنيوم ده لما تكون تقيله كده بالحاجه بتستوي فيها وتبقى طريه كده وزي الزبده، تاخد حقها في السوا، لان كل الجوانب بتاعه الالومنيوم دي بتسخن وبتدي للحاجه تسويه جميله جدا جدا. هناخد بقى البطاطس بتاعتي كده رصتها، بطاطس والجزر يعني ايه نشكل كده وانا بالرص كده اهو. كنت تحطها كمان كلها على بعضها عادي يعني، تخلطيها زي ما انت حابه. نقطع الطماطم عليها كده، ممكن تستكفي بالطماطم دي بس ان هي تكون ايه لونها وردي كده وجميله برده، مفيش اي مشكله خالص. حباها تكون لونها احمر معاكي، تنزلي برده بشويه ايه طماطم كده مضروبين في الخلاط معاكي، او الطماطم اللي انا بنخزنها في الفريزر الجميله دي اللي هي بتعمل تديكي طعم الكاتشب زي ما اتفقنا كده. بقى هنقلب كل الحاجات بتاعتي الجميله دي مع بعضها كده. شايفين الالوان؟ واحنا اتفقنا على حاجه، الخضار فيه الوان كتيره يبقى الخضار بتاعي ايه مفيد جدا جدا جدا. انت بقى حابه ترصيها وتخلي الخلطه اللي احنا دعكناها دي بره خالص وتحطها عليها مفيش مشكله، حابه تخليها كلها على بعضها كده مفيش مشكله. ننزل بمعلقتين كده من الطماطم اللي هي مضروبه، عشان خاطر ايه الطماطم دي بتعمل ايه بقى، بتخلي لونها يعني إيه احمر شويه كده، ونقلبهم مع بعض كده طبعا، وتظبطيها كده انت بايديكي اهو، عشان لما تيجي تغرفي الكل ياخد من البطاطس وياخد من الجزر وياخد من حبه تضيفي كوسه مفيش مشكله، حبه تضيفي عليها بسله برده مفيش مشكله. هناخد الفراخ بتاعتي الجميله دي القمر دي نرصها هنا كده، والكبده بتاعت الفرخه برده تحطيها عادي جميله جدا. وتاخدي بقى البصل اللي احنا كنا مقطعينه ده، هيحمر ويخلي لك الفرخه كانها مشويه وجميله جدا جدا جدا. شايفين لونها وجمالها؟ حاجه كده سريعه ما بتاخدش وقت معاكي. كده ايه انا حطيتها دول شويه الطماطم اللي كانوا باقيين مني، هتاخديهم بالمعلقه كده وتنزلي كده بيهم اهو. حابه ما تضيفيش طماطم، في ناس ما بتحبهاش حمرا جامد بتحط طماطم بسيطه مفيش مشكله خالص. انت هتاخدي تحط على الحتت اللي باينه البيضه دي كده. طبعا دي كلها بهارات وجميله جدا جدا جدا. ممكن بقى تغطيها وتسيبيها في التلاجة كده ليله كامله وتطلعيها تسويها، ولا يحصل لها اي حاجه، ولا البطاطس بتسود ولا في اي حاجه. ممكن تعمليها من الصبح وتسويها براحتك بعد ساعتين 3 على حسب رغبتك انت. كده خلاص انا جهزتها، فاضل بس نحط لها نديها رشه زيت، تديها قرن فلفل كده من فوق، فلفل احمر اخضر براحتك خالص مفيش مشكله اللي موجود عندك يحل الشكل معاكي. تنزلي عليه معلقه كده من الصلصه، وبعد كده تضيفي الزيت بتاعك. حابه تضيفي زيت او سمنه، بس بصراحه انا حابه زيت، ويا ريت تحطي زيت ما يكونش ليه ريحه ولا اي حاجه. الزيت ده برده حبايبي انا ما حطيتش زيت على البطاطس ليه، لان كل الدهون اللي في الفراخ دي بتنزل فين على البطاطس، والزيوت اللي انا حطاها على الفراخ دي فايدتها ايه، ان تخلي الفرخه من فوق ما تبقاش ناشفه وشها يحمر معاكي وتبقى جميله. كده خلاص رشه من الزيت، طبعا ده الرشه اللي بتنزل مني بسيطه جدا يعني مش حاطه كتير اهو. خلاص على كده هناخدها، حابه تغطيها وتدخليها تخليها تغلي على البوتاجاز شويه مفيش مشكله،
حابه تدخليها في فرن يكون حامي كده ويكون مسبق يعني انت مولعاه من قبلها، مفيش مشكله خالص. هو انا هنديها غلوه كده على البوتاجاز عشان تنجز معايا، وبعد كده ايه وتكون سريعه يعني، وندخلها الفرن. هناخدها نحطها على البوتاجاز تغلي بس غلوتين كده، واحنا مع بعض هنشوفها هنكمل ازاي. انا حبايبي ما ضفتلهاش ميه ولا اي حاجه. هي كل السوائل الفراخ هتنزل طبعا السوائل اللي فيها مع الخضار اللي انا حطاه ده، فيه سوائل برده، وشويه الطماطم اللي انا حطيتهم على البطاطس، كل دي سوائل هتسويها. نفترض مثلا انت حطيتها تغلي وحسيت الفراخ لسه، الفراخ الكبيره مثلا لسه ما استوتش وصينيه البطاطس نشفت شويه، ضيف لها شويه ميه. ماشي كده هنغطيها بقى وناخدها نوديها فين، نحطها على البوتاجاز تغلي غلوه ونشوف مع بعض. كده طبعا هتسالوني عن ايه ده المخللات ده انا عملتها قبل ما اتعب، وطبعا لسه ما نزلتهاش، بس انا حبيت اوريكم الشكل بتاعها والجمال بتاعها، وحبيت اوريكم ان في البيت لما بيكون في حاجات جميله زي دي كده بيكون البيت فيه بركه وفيه رزق وفيه خير. شويه مخلل جنب اي حاجه هتاكلي. شايفين الجمال بتاع المخلل وحلاوته؟ ادي الفلفل ده انا لسه ما نزلتوش، الفلفل ده جميل جدا جدا وبطريقه تحفه تحفه. مخلل مشكل او الترشي واللفت بتاعي بالبنجر جميل جدا. فانا حبيت اوريكم واصور لكم كل الحاجه بتاعتي ده، الحاجه دي وانتوا هتشوفوها النهارده وهي لسه ما نزلتش، لسه ما نزلتش الفيديوهات بتاعتها لان كنت تعبانه ونايمه بصراحه، ما كنتش بقدر اتحرك يعني. فحبيت اوريكم الحاجه، هي محطوطه كده، فانا حبيت يعني ما رضيتش اشيلها، قلت برضو تشوفوها كده. ده كده يعني لسه ما نزلش الحاجات دي، بس هتشوفوها النهارده مع الاكل بتاعنا. كده حبايبي انا حطيتها ايه تغلي على البوتاجاز غلت كده غلوتين كده تمام كده. هناخدها بقى وندخلها الفرن، نقفل عليها النار كده وندخلها الفرن. كده حبايبي خلاص انا طلعتها من الفرن. طبعا لو حابه تحمري وشها كمان شويه مفيش مشكله خالص، انا طلعتها كده لان ولادي طبعا جعانين، وعملت معاها برام رز. فبرام الرز ده انا عاملاه معاكم قبل كده في كذا حلقه يعني، وعامله برده حلقه لوحده لبرام الرز، فانا هسيب لكم اللينك في صندوق الوصف للي حابب يعني يعرف الطريقه. ماشي كده استوت معايا هي والبطاطس، ودلوقتي هنشوف سوى البطاطس وسوى الحاجه ازاي مع بعض. كده طبعا اللي بيتابعني عارف حلقاتي وعارف الرز بتاعي بيطلع جميل ليه، لان فيه تكات وحركات كده انا بنعملها. فانا حبايبي اللي هم لسه اول مره يشوفوا القناه بتاعتي هسيب لهم اللينك في صندوق الوصف كده عشان يعرفوا الرز الجميل ده بيتعمل ازاي. المفلفل ده شايفين اهو، ولا معجن ولا اي حاجه، شايفين حلاوته وجماله اهو. احلى برام رز كده تعمليه. طبعا الوش بتاعه الجميل ده طبعا محدش يرميه لان هو كله قشطه ولبن وحاجات جميله جدا. مش حابه المحمر ده عادي براحتك خالص. شايفين احلى شويه رز كده مفلفل اهو. طبعا انا بستغل الفرن وهو والع. بنحط برام الرز والصينيه في الفرن الاتنين مع بعض. اظن مفيش احلى من كده ولا اجمل من كده. كده حبايبي انا غرفت الرز بتاعي اهو. احط الفراخ كده، الفراخ وجمالها، شايفين الفراخ وجمالها، شايفين حلاوتها. ايه رايكم بقى؟ مستنيه بقى لايكاتكم كده وتفعيل الجرس يا حبايبي عشان قناتي تكبر بيكم. طبعا الصينيه مولعه وسخنه، مستنيه بقى احلى لايك منكم كده حبايب قلبي. اللي لسه مشتركش ينورني في قناتي كده. احلى فراخ واحلى صينيه بطاطس بالفراخ تحفه، مفيش اروع من كده ولا احلى من كده. شايفين جمالها وحلاوتها. ادي الفراخ بتاعتي اهي، دي قرن الفلفل اللي انا كنت حاطاه الجميل ده. شايفين بقى البطاطس بتاعتي جميله ومستويه زي الزبده اهي، ومش مهريه كمان. شايفين جمالها وحلاوتها. طبعا نحطوا ايه كام واحده كده بس، ونغرف الباقي طبعا في طبق اهي مع الجزر الجميل. ما انتش حابه الجزر براحتك خالص، بطاطس وعادي جدا بتبقى جميله. بس جربي الجزر، محدش يقول لي الجزر هيبقى مسكر، لا والله ده الجزر بيبقى تحفه، ولا مسكر ولا حاجه. نعمل شكل كده جميل. اظن مفيش احلى من كده، العين بتاكل قبل البق. تعملي لولادك كده. طبعا انا بقالي فتره طويله ما عملتش اكل كده يعني، كله حاجات سريعه، فقلت ايه نعمل لهم حاجه برضو سريعه وتكون مفيده يعني تغذيهم كده. وهم برضو بصراحه بيعشقوا يعني صينيه البطاطس بالفراخ كده بتعجبهم، بيعشقوا الجزر الجميل ده. مش احلى من كده ولا اروع من كده حبايبي. جربوا وان شاء الله وصفاتي دي تعجبكم كده وتنال اعجابكم. مستنيه بقى ارائكم كده اهو.
شايفين الجمال، شايفين الحلاوه كده حبايبي. غرفت كمان طبق بطاطس اهو، جميله جدا ولونها تحفه وجميل، وشايفين الجزر فيها جميل ومستوي، والبطاطس مستويه زي الزبده، تحفه تحفه تحفه. شايفين اهي طريه وجميله ومستويه، وفي نفس الوقت مش مهريه، يعني القطعه بقطعتها كده، مش مهريه ولا متفتفته ولا اي حاجه، جميله جدا جدا. كده عندي طبعا الفراخ بتتكلم عن نفسها. حبايبي بقى ادعموا قناتي كده عشان تكبر بيكم يا حبايبي. مستنيه بقى اللايك منكم وتفعيل الجرس كده، ويا ريت تدخلوا تنوروني في قناتي يا حبايب قلبي اللي هم لسه ما نورونيش. بشكر اي حد سأل عني عشان يطمن عليا لما لقاني ما نزلتش فيديوهات ولا حاجه. في ناس كتيره بصراحه حبايبي ان اليوتيوب عرفني ان ليا اخوات من غير ما نشوف بعض بنسأل على بعض وبنطمن على بعض، ده حاجه بسطاني جدا جدا جدا، وبصراحه انا بدعي لهم ربنا يوفقهم يا رب في حياتهم يا رب العالمين. كده ايه، انا عندي المخلل بتاعي اللي انا عاملاه وعارضاه قدامكم ده. مخلل ده اللفت الجميل ده اهو، شايفين اللفتايه سليمه زي ما هي، مش مهريه ولا اي حاجه، فيها حاجات بتخلي اللفت يديكي نفس القرشه، اللي هو اللفت ده اللي لونه الموف ده اللي هو ده اللي بالبنجر، وفي حاجات جميله جدا بنحطها. وعندي هنا الترشي اللي انت بتجيبيه من عند الراجل اهو، في الفلفل وفي الجزر وفي القرنبيط او الكرنبيط. وعندي لون اللفت اهو على لونه، مش ملون ولا حاجه، والخيار الجميل بتاعي بالقرشه بتاعته، والليمون اللي هو الترشي ده كده برضو انا عاملاه، هنزل لكم الفيديو بتاعه. انا يعني ما نزلتش الحاجات دي بسبب تعبي، انا كنت تعبانه وما نزلتش حاجه. وعندي الفلفل شايفين انا حاشيه كده بحاجات جميله جدا 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 اهو، حصري على قناتي، انا ما شفتوش يعني عند اي حد، ده جميل جدا جدا، هيعجبكم برضو ان شاء الله باذن الله. هنزل لكم كل المخللات دي، فكل الحاجه بتاعتي دي انا عملتها وحبيت اوريها لكم يعني. ومع طبق سلطه كده كانت الوجبه بتاعتنا النهارده او غدانا النهارده، الفراخ بالبطاطس والجزر، وعندي المخلل بتاعي والسلطه. ايه رايكم في الحاجات الجميله دي بقى؟ مستنيه يا حبايب قلبي منكم بقى لايك وشير كده وتفعيل الجرس، وتجربوا حاجتي وان شاء الله هتعجبكم باذن الله، وتعملوها وبألف هنا باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.